اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج فوركس معانا بشير. الذهب طبعا ارتفع الاسبوع اللي فات واللي قبليه يمكن وصل لمستويات 1786 دولار. النهارده هنتكلم عن الذهب وتحليل الذهب. النهارده يمكن في خبر بالنسبه لنا كويس جدا، اعاده البورصه السلع. بورصه السلع بدات ترجع تاني. معانا استاذ ماجد هتبدا نتكلم عن بورصه السلع وايه انواع السلع اللي داخله فيها وايه اهميه البورصه السلع بالنسبه للبورصه المصريه وبالنسبه لنا احنا عامه يعني. الفتره اللي فاتت بدا تظهر كلمه الحوكمه. موجودة من زمان، ولكن الفترة اللي بدأت تنتشر موضوع الحوكمة. معانا الدكتور نورهان النهارده هنبدأ نتكلم بقى ايه الحوكمة، ايه تعريف الحوكمة، ايه حوكمة الشركات دي، وايه دور الحوكمة بالنسبة لنا في أي شركة. نبدأ كالعادة طبعا. لازم أول حاجة في خبر مهم جدا الأسبوع ده في البورصة العالمية. عندنا الوظائف الغير الزراعية في أمريكا، ده يوم الجمعة الساعة 3:30. الخبر ده يمكن بيجي أول كل جمعة من أول كل شهر. الوظائف الغير الزراعية في أمريكا ده طبعا بيأثر ممكن يأثر على الذهب، ممكن يأثر على الدولار الأمريكي. نشوف بقى الذهب. طبعا الدهب الاسبوع اللي فات واللي قبليه حكايته حكايه ليه؟ ان الدهب يمكن البورصه العالميه لما نيجي بنتكلم عن الدهب العالمي، يمكن ارتفع من 3 شهور، يمكن وصل لكام؟ يمكن انا اهو كاتب على الشاشه، يمكن اعلى سعر وصل له 1786 خلال ال3 شهور دول. يمكن الاسبوع اللي فات سجل الرقم ده. تيجي الاسبوع اللي فات يمكن اقل سعر وصل كام الدهب؟ 1725 دولار، واعلى سعر وصل الدهب 1780 دولار، لكن من 10 ايام وصل لنقطه كام؟ 1786. ولكن الاسبوع اللي فات الذهب نزل. حد يقول لي الذهب نزل؟ الذهب نزل عالميا الاسبوع اللي فات فعلا، وصل لمستويات كام؟ 1725 تقريبا. السعر دلوقتي حاليا للذهب 1755 دولار. تقريبا الذهب اتحرك الاسبوع اللي فات في 35 دولار. لو جينا بصينا السعر بتاع الاسبوع دوت 1755، يعني سعر حاليا للذهب العالمي 1755 دولار. سعر الأونصة بتاع الذهب 1755. توقعاتنا ايه؟ لو بدأ السعر الذهب يرتفع فوق 1780 دولار، هنتوقع ارتفاع الذهب ممكن يوصل لمستويات 1790 و1800 دولار. طول ما الذهب، الرقم ده مهم جدا، طول ما الذهب تحت 1780 دولار الذهب في منطقة لسه انخفاض. واحد يقول لي انخفاض؟ ان الرقم ده انا كاتبه على الشاشة، اعلى رقمين وصل ليهم الذهب اهم 1700، يعني 2074 و2070. كان 2070 وصل فيه امتى؟ يوم 8/3. 8/3 اللي فات وصل الذهب الى 2070 دولار. وصل اقل سعر الى 1616، ده امتى؟ يوم 3/11. الشهر ده يمكن الذهب ارتفع، يمكن الشهر 11 بدأ فيه انتعاش للذهب، يمكن وصل من 1616 وصل لمستويات كام؟ 1786. دلوقتي الذهب عند كام؟ الذهب عند 1755. يبقى أول نقطة بالنسبة لنا، أعلى نقطة الذهب 1780. أتوقع ارتفاع الذهب ممكن يوصل 1790 و1800. انخفاض الذهب كام؟ 1750. 1750 ممكن الذهب ينزل 1740 1730. ولكن طول ما أنت شايف الذهب بين 1750 و 1780 ما ينفعش أبيع وأشتري الذهب زي اللي إحنا شايفينه دلوقتي. طبعا ده بالنسبه لتحليل الذهب، وهنرجع تاني نبدا نحلل اليورو مقابل الدولار. ولكن بقى هنبدا نشوف مداخلاتنا النهارده. يمكن اول مداخله عندنا هنتكلم عن بورصه السلع، وهنشوف بورصه السلع ايه اهم السلع اللي فيها وتعرفها. صباح الخير يا استاذ ماجد. يا دكتور